ماتش المصري والبنك الاهلي، بقالي 3 4 ايام عمال اقول يا جماعه ماتش البنك الاهلي هو اصعب مباراه على النادي المصري في هذه المرحله، خصوصا وتحديدا ان انت رقم واحد داخل على فتره توقف، فمهم جدا ان انت تفنش المرحله دي بشكل ايجابي وبمكسب تبني عليه الفتره اللي جايه، وتبدا ان انت تصلح من خلال الاخطاء، لان فتره التوقف فتره طويله بتتكلم في 28 يوم، ففتره كويسه بالنسبه لك كمدرب. وان برضه في نفس الوقت ان انت لسه خارج من هزيمه كبيره قدام بيراميدز، وادائك كان سيء جدا في المباراه بالتوابع مع كل الماتشات اللي اتلعبت قبل كده، رغم ان انت عندك 9 بونت وان انت حققت 3 مكاسب متتاليه، لكن انت ما قدرتش تستفيد من المرحله دي رغم مكسبك على الجيش ورغم مكسبك على فاركو. ونفس الكلام بالنسبه للداخليه، الطبيعي اللي المفروض يحصل او اللي يظهر في الملعب ان اللعيبه ادائها بيتطور، معدلاتها البدنيه بتكون في ارتفاع، الجزء الخططي بيكون واضح جدا، ملامح الفرقه وطريقه اللعب بيكون التوابع بتاعتها والانتاج بتاعها بيبقى ظاهر بشكل كبير. حتى انت كمدير فني ادارتك الفنيه بتتطور مع ثقتك في لعيبتك، وان انت خلاص بقيت عارف اللعيبه وعارف امكانيات كل واحد، وده استخدمه امتى وده اقعده امتى وده ابدا ادفع بيه من البدايه امتى وده اتخرجه بره الماتش خالص امتى. خلاص بتبقى انت ملم بكل صغيره وكبيره. ونفس الكلام قلت يا جماعه لازم الجهاز الفني في النادي المصري حتما عليه ان هو يغير طريقه لعبه، لان 4-3-3 هي طريقه مش منتجه ليك كجهاز فني ولا حتى فرقه، ولا قادر ان انت تستفيد من المشتقات بتاعتها لا الدفاعيه ولا الهجوميه. بالعكس انت عندك كوارث دفاعيه في عمق الملعب، والمساحه الكبيره اللي بتبقى موجوده ما بين الاثنين سنتر باكين، ورغم ان انت بتلعب بثلاثه في نص الملعب وقلت ان المفروض دول يكونوا هم حائط الصد القوي قدام خط الظهر عشان يمنع ويقلل الهجمات اللي بتيجي عليك، الا ان هم دول الثغره الغير طبيعيه اللي موجوده في الفرقه. فبالتالي لازم تغير الطريقه من 4-3-3 ل 4-2-3-1، وتبدا ان انت تعزز النواحي الهجوميه عندك بمهاجم وهمي تحت المهاجم الاساسي عشان تدي حريه للناس دي وتدي حريه للراجل ده، وفي نفس الوقت تلعب بشكل عرضي بالاثنين اللي موجودين في قلب الملعب يبداوا ان هم يغطوا على الناس دول، فتبص تلاقي ان المعدلات البدنيه بتاعتك بتقل والارتدادات الدفاعيه عند الجزء الامامي بيقل. فده اللي عمله مين؟ ده اللي عمله فريق البنك الاهلي. ورغم ان قلت لك ان البنك الاهلي عنده تخبط اداري وعنده تغيير مدربين وعنده مدرب لسه الراجل في مرحله التعارف بالنسبه للعيبه، لكن في نفس الوقت الراجل عارف كويس قوي الفرقه بتعاني من ايه، عندها مشاكل وعندها اخطاء دفاعيه، وبالتالي هيشتغل على الكلام ده وهيبقى منظم جدا دفاعيا وهيلعبك زون في نص ملعبه، وفي احتمال كبير ان هو يغير طريقه لعبه، وبالفعل ده اللي حصل. قام الراجل زائق سعيد وسومبوريه في نص الملعب جنب محمد فتحي، ولعب 4-2-3-1 بشكل اللي انت شايفه ده اللي انا كنت بطالبك ان انت تلعب بيه، وراح حاطط لك هنا مدبولي في ظهر اسامه فيصل، وراح مطير بقى بامبو، ونفس الكلام الراجل الثاني، واشتغل بقى على الرباعي بتاع خط الظهر ده ان التمركزات بتاعته 90% في المباراه تبقى ثابته، ما يبقاش عنده الاندفاع الهجومي. انما انت في المقابل لا، الموضوع صعب جدا، اول دقيقه زي اخر دقيقه في قيادتك للمباراه بيخش فيها هدف زي بيخش فيها اربعه، مفيش اي رد فعل، مفيش تصحيح للاخطاء في الملعب، تغييرات كلها متاخره وتغييرات غلط، ودي كلفتك كتير في المباراه. كنت تقدر ان انت ترجع والنتيجه 1-0 وحتى و2-0، ايه المشكله؟ انت فرقه كبيره والمفروض يعني معاك لعيبه ومعاك امكانيات تقدر ان انت تستخدمها في المباراه، انما انت لعبت غلط. من اول دقيقه بلعب جيم مفتوح لحد اخر دقيقه برضه بلعب جيم مفتوح، رغم ان انت دخل فيك جول في الدقيقه 5 كان 1-0، كنت تقدر ان انت تلم نفسك نوعا ما، وممكن كنت تعمل تغييره بعدها ب 10 دقائق ربع ساعه تلم الامور، ثم بعد ذلك تقف على رجلك وتبدا ان انت تشتغل وتخش الجيم مره ثانيه. لا، فضلت مصمم على الاخطاء اللي انت بتتعامل بيها في المباراه، وبالتالي استقبلت الهدف الثاني بعدها بسبع ثمان دقائق، ثم بعد ذلك الشوط الثاني نفس الكلام، نفس الاندفاع، ومطير الباكات ومطير لعيبه نص الملعب ومساحات غير طبيعيه. الناس المصري بيهاجم كده بالظبط، النادي المصري تلاقي الاثنين دول مسلمين نفسهم للخط، والراجل ده هنا لوحده، وده اللي انا حذرت منه قبل كده، وتلاقي الراجل ده الناحيه دي بالشكل ده والراجل ده الناحيه دي، وده في ظهرهم برده كده، ودي كل دي مساحه فاضيه، يا اما ده طاير كده وكل دي مساحه فاضيه، يا اما ده طاير كده وكل دي مساحه فاضيه، لا اما الاثنين طالعين بالشكل ده وبرده كل دي مساحه فاضيه. الجون الثالث والرابع نفس الكلام، ده في جول اللي هو الجول الثالث اللي الست لعيبه بيجروا على ثلاثه هنا كده، الناس سايبه الكوره، ده المنظر والله بجد، ده المنظر بالظبط، هنا حسين السيد وهنا باهر وده عمرو موسى واحمد عيد ومعرفش مين الاثنين التانيين، وده ونفس الشكل كده، وواحد هنا في نص الملعب، وده شكل النادي المصري بالظبط، كل دي مساحه فاضيه، كل ده فاضي، الراجل ده كان واقف كده، ام كريم بامبو اتحرك في الحته دي من دار الناس، وهنا اسامه فيصل راح لعب له الكوره سارق الناس، اما عدي من عصام ثروت وحط الكوره جول بمنتهى السهوله. نفس الكلام الجول الرابع، انت طالع من كتر الاندفاع الهجومي بتاعك بالشكل ده، طالع في نص الملعب بتلعب بالشكل ده، فريق البنك الاهلي متمركز بالمنظر ده،
الاثنين سنتر باكين طلعوا مع بعض في الكره العاليه، كل المساحه دي في ظهرهم اتضربت، الكره اتزحلقت، الكاونتر اتاك اشتغل عليك، طق الهدف الرابع. فدي اخطاء ودي مشاكل.